أيوة قتلتها قبل ما تقتلني بنظراتها ليا، قتلتها قبل ما تقتلني بكلامها، قتلتها لأني كنت بموت كل يوم 1000 مرة بسبب ضعفي وعجزي اللي كانت بتعايرني بيهم. ده كان رد جوز سعاد قصاد المحكمة بعد اتهامه بقتل مراته وأم أطفاله مع سبق الإصرار والترصد وتقطيع جسمها بالساطور. فيا ترى إيه اللي خلاه يقتل مراته بالشكل البشع ده؟ وإيه هي الحاجة اللي كانت بتعايره بيها وكانت السبب في إنه يقتلها؟ وإيه السر ورا الشبح اللي ظهر فجأة في القرية وأصوات الصراخ والعويل اللي الأهالي بقوا بيسمعوها كل ليلة؟ أهلا بيكم، أنا شادي سلامة، والنهاردة معادنا مع قصة رعب جديدة حدثت بالفعل. بس قبل أي حاجة جهز نفسك كويس، طفي الأنوار كلها وهيئ الجو واستعد لجرعة جديدة من الأدرينالين، ويلا بينا نبدأ. في البداية حابب أنوه إن قصتنا حقيقية وحصلت فعلا في فترة التسعينات في دولة تونس الشقيقة، وبالتحديد في مدينة صفاقس التونسية. لما الناس صحيت في يوم من الأيام على خبر مروع بمقتل ربة منزل على يد زوجها بعد ما قطع جسمها بالساطور. الخبر انتشر في تونس كلها زي النار في الهشيم، وبقى حديث الشارع كله، والناس كلها ابتدت تسأل ليه زوج يقتل زوجته بالشكل المخيف ده رغم ان بينهم أطفال صغيرين. لكن الحقيقة كلها ظهرت بعد القبض على الزوج، وابتدت القرية كلها تتكلم عن الأسباب اللي دفعته لكده. وبطلة قصتنا هي سعاد، ربة منزل تونسية وأم ل3 أطفال منهم ابن معاق. زوجها كان عامل بسيط، وكانت أسرة على قد حالها عايشين في هدوء وسلام وسط القرية، لحد ما في الفترة الأخيرة ولسبب ما زوج سعاد أصيب بضعف جنسي. ولأن سعاد بشهادة أهل القرية كانت ست جديدة شوية وصليطة اللسان، بدأت تتهم زوجها في رجولته ونظراتها ليه تتغير، وبدأت تقول له كلام صعب جدا فيما معناه يعني إنه مش راجل وإنه مش قادر يديها حقوقها الزوجية. وابتدوا في آخر فترة يتخانقوا كل يوم، وكل يوم سعاد تعاير جوزها بنفس الكلام، لحد ما في ليلة من ليالي الشتاء الباردة بياخد الزوج أولاده الكبار لبيت حماته، وبيسيب ابنه الثالث الرضيع مع أمه اللي كانت لوحدها في البيت، وكانت بترضع ابنها لحد ما نام. وبعد شوية نامت هي كمان جنبه، لكن من ورا الشباك كانت في عيون بتراقبها، عيون مليانة غل وكره مش طبيعي، عيون زوجها اللي بيتحرك بدون وعي وبكل هدوء، وبيجيب الساطور اللي بيستخدمه في تقطيع أضحية العيد وبيدخل الأوضة على سعاد، وبدون أي تردد بينزل على راسها بالساطور عشان تنفجر نافورة دم من دماغها وتلطخ وشه. سعاد بتصحى فجأة وبتصرخ صرخة بتهز المكان كله. بيفضل زوجها يقطع فيها لحد ما فرقت الحياة وتحولت لجثة هامدة، ورغم كده زوجها فضل يضرب في الجسد الميت بكل غل وهو عمال يصرخ بأعلى صوته، وكان في حالة أقرب للشرود لدرجة إنه ما كانش حاسس بأي حاجة حواليه ولا بطفله الرضيع اللي كان عمال يصرخ جنب جثة أمه. المكان كله اتحول لبركة دم، وجثة سعاد اتحولت لجثة بدون ملامح، لدرجة إن تقرير الطب الشرعي فيما بعد أكد إن الجثة مصابة ب30 طعنة متفرقة في أنحاء جسمها. بيفوق الزوج من حالة الجنون وبيتصدم بالواقع المروع، مراته قدامه جثة هامدة وجنبها طفله الرضيع عمال يبكي. فأول حاجة فكر فيها هي الانتحار، بيحاول يقتل نفسه بالساطور، لكنه كان أجبن من إنه يعمل كده، فغير هدومه وخرج من البيت واتحرك ناحية السكة الحديد، وقرر يرمي نفسه تحت عجلات القطر، لكنه برضه خاف يعمل كده. وفي الآخر قرر يسلم نفسه للشرطة ويعترف بجريمته. وفعلا بتوصل قوة من الشرطة للبيت علشان لما يدخلوا يشوفوا قدامهم أبشع مشهد ممكن تشوفه في حياتك، جثة مشوهة ومرمية على الأرض وسط بحر من الدم، وجنبها طفل عمره شهور عمال يعيط بصوت عالي وكأنه حاسس باللي حصل لأمه. بيتقدم الزوج للمحاكمة بتهمة القتل العمد، والحكومة بتسلم الأطفال ال3 لجدتهم علشان ترعاهم وتكون وصية عليهم. أما سعاد فبيدفنوها في مقابر القرية اللي بتكون قريبة من بيوت الأهالي. الحزن خيم على القرية كلها، وقررت الشرطة تشمع البيت بالشمع الأحمر، لكن قبل ما ينفذوا قرار تشميع البيت بيطلبوا من أخو الزوج إنه يدخل البيت وياخد منه المؤونة اللي جواه، اللي هي الأكل والحاجات اللي ممكن تفسد مع الوقت. وفعلا الراجل بيروح على البيت وبيدخل المخزن علشان ياخد المؤونة، لكن وهو واقف قدام باب المخزن بيحس بإيد بتمسكه من كتفه، ولما بيلتفت وراه بيلاقي سعاد قدامه.
وبتقول له انت بتعمل ايه هنا يا فتحي؟ الراجل اتسمر في مكانه من الصدمة، وابتدى جسمه كله يترعش، وتعدى عليه لحظات كأنها سنين وهو مش قادر يستوعب اللي شايفه قدامه، لحد ما فين وفين قدر يستجمع قواه، وبأقصى سرعته بيجري زي المجنون وبيخرج من البيت من غير ما ياخد أي حاجة. بس لو فاكر إن دي النهاية تبقى غلطان، دي كلها مجرد بداية لأحداث غريبة ومرعبة جدا بدأت تحصل في القرية من ساعتها. ابتدوا أهالي القرية كل يوم بالليل يسمعوا صوت صراخ وعويل مزعج جدا جاي من ناحية المقابر اللي كانت قريبة من بيوت القرية. الصوت كان واضح جدا وكان مصدره المقابر، وساعات تانية كان الصوت بيكون مصدره بيت سعاد المقفول. ولما الناس بدأت تدقق في الصوت اكتشفوا إنه صوت سعاد. الرعب اجتاح القرية كلها، ومن ساعتها محدش بقى بيخرج من بيته بالليل. لكن في يوم من الأيام في واحد من أهالي القرية كسر القاعدة دي وخرج بالليل لوحده، واتحرك ناحية المقابر علشان يجيب صبار للبهايم بتاعته، لأنه ساعتها كانت الدنيا صيف والعلف بتاع البهايم ما كانش متواجد بكترة، وكانت المنطقة اللي جنب المقابر مليانة بنبات الصبار. المهم بيوصل الراجل للمنطقة وبيبدأ في جمع الصبار، لكن فجأة بيخرج شريط دخان أبيض من المقابر وبيقرب منه. الراجل اتجمد في مكانه من الرعب، وأول حاجة فكر فيها هي شبح سعاد. المهم إن شريط الدخان بدأ يقرب منه أكتر لحد ما وصل عنده وبدأ يلف حواليه. الراجل بدأ يصرخ بشكل هستيري وساب كل حاجة وبدأ يجري ناحية القرية، والمرعب إن شريط الدخان فضل يجري وراه ويطارده. فضل الشبح يطارده حتى لما دخل القرية. بعدها على حسب كلام الراجل الشبح اختفى وسط البيوت. بس دي ما كانتش الحادثة الأولى. أم سعاد نفسها في ليلة من الليالي بعد ما عشت أحفادها اللي هم أولاد سعاد ونيمتهم في الأوضة، فجأة سمعت صوت خبطات، ولما بتتحرك ناحية الباب علشان تشوف مين اللي بيخبط بتكتشف إن صوت الخبط مش على باب البيت، لكنه جاي من ناحية الشباك اللي في أوضة أحفادها. الجدة قلبها بينقبض وبتحس بخوف، وبتدخل الأوضة وبتقرب من الشباك والخبط لسه شغال، وبصوت مليان رعشة وخوف بتسأل مين اللي بيخبط. بس الصوت اللي رد عليها كان كفيل إنه يخليها تطب ساكتة في مكانها. الصوت كان صوت سعاد، وكانت بتترجاها إنها تفتح علشان عايزة تشوف أولادها. بس طبعا الجدة كانت عارفة إن دي مش سعاد ورفضت تفتح الشباك، واتقال إن الموضوع كان بيتكرر كل يوم وفي نفس الوقت. كانت سعاد تيجي كل يوم بالليل وتخبط جامد على الشباك، لكن الجدة بتكون عاملة حسابها وبتقفل منافذ البيت كله. القرية حرفيا بقت عايشة في جو من الرعب، وكل يوم الحكايات بتنتشر أكتر من اليوم اللي قبله. أما بقى القصة الأخيرة فبتحكيها واحدة من سكان القرية، وبتقول إنها في يوم من الأيام كان بيزورها قرايب من قرية تانية، والوقت اتأخر عليهم فاضطروا إنهم يباتوا الليلة دي عندها. وبعد ما قضوا سهرة جميلة وهم بيحكوا ويضحكوا مع بعض بيجي وقت النوم، فالضيوف بيناموا في غرفة الجلوس، وبيكون موجود في الغرفة فنار بيوصل لسطح البيت. ودي حاجة بتبقى موجودة في كتير من البيوت في تونس، وبتكون عبارة عن مربع بيرتفع شوية عن السقف وموجود فيه 4 فتحات للتهوية. وفي نص الليل والضيوف نايمة بيصحوا فجأة مفزوعين على صوت صرخات بشع جدا بيهز البيت كله. فصاحبة البيت بتهديهم وتطمنهم وبتقول لهم إن ده صوت سعاد، وإن إحنا في القرية اتعودنا عليه وبقت بالنسبة لنا حاجة عادية. ولسه ما خلصتش كلامها بيسمعوا صوت حاجة بتخبط في الفتحة بتاعة الفنار من فوق، ولما بيدققوا بيشوفوا حاجة مدورة شبه الكورة عمالة تخبط في شباك الفنار وكأنها هتكسره. وفي نفس الوقت صوت الصراخ مستمر. بتحاول صاحبة البيت تهدي الضيوف وتنصحهم بتجاهل الأمر، وإن دي أصبحت حاجة عادية في القرية. لكن طبعا الضيوف مش بيقدروا يناموا من كتر الرعب، ومع أول شعاع ضوء بياخدوا بعضهم وبيرجعوا على بلدهم. وبتستمر الحكايات والأقاويل، وبيتحول شبح سعاد لحكاية بتتوارثها الأجيال في القرية. أما زوج سعاد فبيتحكم عليه بالسجن 15 سنة، وده مراعاة لظروفه العائلية، وإنه أب ل3 أطفال منهم طفل معاق وطفل رضيع. لكن الراجل قبل ما يكمل مدته بيتوفى جوه السجن، وبتتقفل قصة الجريمة اللي هزت المجتمع التونسي. انت بقى ايه رأيك؟
هل شايف ان موضوع شبح سعاد ده حقيقي فعلا، ولا مجرد أسطورة من صنع الناس كعادة أهل القرى في مجتمعاتنا؟ وهل فعلا الشخص اللي بيتقتل روحه بتفضل هايمة وبتحاول تنتقم، ولا كل دي مجرد خرافات؟ أتمنى تسيب لي رأيك تحت في الكومنتات، وطبعا تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة، وتدوس على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير.